لو سمحت يا هندسه، عايز رشه للجمح، بحيث ان الجمح واقف عندي وعايزه يفرع وعايز تفريعات كويسه كده. هقول لك على رشه كويسه. عايز رشه للفول، تحس ان الفول واقف ومتكتف كده، عايز حاجه تحركه، عايز نمو خضر كويس. هقول لك تمشي الرشه دي، ايوه تمشي للفول برضو. عايز رشه للبنجر، البنجر عندي تحس ان هو ضعيف وهزلان كده، عايز حاجه تخليه نمو خضر، تخلي البنجر نمو خضر كويس ويفرد معايا ويبقى حاجه كويسه تمام كده. عايز رشه للخاص، عايز رشه، الرشه دي تنفع لاي محصول، رشه متكامله، احمد امينيه فيها، عناصر صغرى فيها، عناصر عشرينات فيها، مستخلص اعشاب طبيعيه فيها. ايه الرشه ديت؟ هنشوف كل حاجة، ولكن بعد ما نصلي على الحبيب وبعد الفاصل. لازم تتابعني لنهاية الفيديو عشان توصل للي انت عايزه. يلا بينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة هنتكلم عن عايز رشة للجمح، رشة للفول، رشة للخاص، رشة للبنجر، رشة لأي محصول انت زرعه، البسلة. عايز تزود معاه تزهير، تزود نمو خضري، تزود تفريع معايا في الجمح، رشة متكاملة. لكن بس قبل ما نتكلم عن الرشة ديت، يعني حابب انوع عن حاجة بس. في ناس بتقول لي انت قابض من الشركات دي وبتعمل لهم دعاية وكلام من ده. والله العظيم والله العظيم ما بعمل دعاية ولا اعمل اي حاجة لحد، ولا بتكلم عن حاجة لحد، ولا واخد فلوس من حد. وهسيب لكم تسجيل صوتي. امبارح واحد مكلمني، مهندس اسمه فاروق زلط. هسيب لك تسجيل المكالمة، هسيبها لك تسمعها بينه وبينه. انا استاذنت منه وقلت له هسجل المكالمه وهنزلها لكم. شوف ايه اللي حصل بيني. قال لي انت اتكلمت عن كذا كذا كذا. هشوف، مش هحرج لكم التسجيل، بس عايزكم تشوفوا تسمعوا التسجيل في نهايه نهايه الفيديو. تمام. المهم، انا عايز رشه تزود معايا التفريع، عند الجمح واقف. عايز رشه للفول، عايز نمو خضري، عند البنجر واقف. اقول لك يا سيدي، طبعا هنرش السريال فورميلا ده طبعا زي ما قلنا فيه احماض امينيه، وفي زنك وفي منجنيز وفي نحاس وفي كبريت. ده عناصر صغرى اهوت. هنضيف معاه اللي هو الاتش بي اللي احنا اتكلمنا عنه برضو. الاتش بي اللي احنا اتكلمنا عنه 101، اللي هو مستخلص من اعشاب طبيعيه ياباني طبعا الصنع. هنضيف معاه الاجل ميلنر، عناصر عشرينات ومعاه عناصر صغرى، حديد وزنك ومنجنيز وبورون وموليبدينم وكوبلت، بنسب برضو بنسب صغيره. يبقى حاجه ممتازه. ده معدل ربع كيلو للفدان. ده بيعمل 250 لتر ميه، ده بيعمل 100 لتر ميه. بس الرشه مع بعضها كده تبقى رشه جباره، حاجه كامله متكامله كده. هترش الرشه دي وعلى ضمانتي هتغير معاك المحصول. لقيتها عندك مفيش مشكله، ما لقيتهاش عندك احنا نقدر نوفرها لك. تمام. انا ما بعملش دعايه لحد، انا بشتغل على الشغل اللي انا بجيب معايا نتيجه. بشتغل على حاجات محترمه جدا، منتجات شركات وحاجه كويسه هتعمل لك حاجه في محصولك. تمام. وبناء على كده الحمد لله في تفاعل، الناس بدات تطلب مني الشغل. وديت اسيوط، وديت سوهاج، وديت جنة. والله في ناس طالبه مني في الاقصر الشغل ده، اللي هو الحاجات ديت اللي هي العناصر الاجلميرنال والسيريال فورميلا واللي هو الاتش بي. التلاتة دول مع بعض ان شاء الله هنرشهم للمحصول عندك، هيفرجوا معاك. تمام. اللهم صل على النبي. النهارده شاحنين، مودين شحن فين بقى؟ ودينا المنصوره، حبايبنا واهلنا بتوع المنصوره، وناس فلاحين يعني بيفهموا في الزراعه، وناس فلاحين. فطالب مني 4 بقرات بتوع الحشايش، بتوع العريضه والرفيعه في الجمح، بتوع شركه شورى. بقرات طبعا لا يعني هو بقرات، لا منتج محترم جدا، حاجه عاليه. في دولفيك برضو تحت شركه شورى، حاجه ممتازه في الحشايش اهوت. لا بص على النبي، المنتج اللي هو كويس انا بديله حقه. انا مش يعني هو نتائجه كويسه. انا ما الشركه مثلا تعمل منتج ما تعملش، انا مش بتاعتي. المنتج اللي هو شغال كويس ونتائجه كويسه انا بعرف الناس بيه، مش ان انا بعمل لهم دعايه. هم اصلا لا مستنيين اني اعمل لهم دعايه، ولا عايزين منها، انا ما عايزين منها حاجه، ولا انا عايز منهم حاجه. انا مش عايز منهم حاجه.
الحمد لله ماشيه وتمام التمام، فضل ونعم. فانا مثلا ما بعملش دعايه لحد. لما بقول لك خد بقرات، خد بقرات على بناء عليه عن تجارب وعن شغل وعن حاجات من بقول لك خد دولفيك. الدولفيك ممتاز، بيجيب عرضه رفيعه ونتائجه مبهره في الحشائش، والافضل ترشها زي ما احنا قلنا بعد الايه، بعد الري. تمام. يبقى الرشه ديت هترشها مثلا بعد الري. مثلا برضو في ناس بترش حشائش جرنستاتس كارتين ومش عارف ايه، عامل صدمه للنبات وتجمع اصفر عندك وتبهدل. ترش الرشه دي تفرق معاك. فيها عناصر احماض امينيه، فيها عناصر صغرى زنك وحديد مغنيسيوم وكبريت، في عناصر عشرينات نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم، فيها مستخلص اعشاب طبيعيه اللي هو اللي ده الاتش بي ده بيعمل 100 لتر ميه لوحده. الاتش بي ده هو بيعمل 20 100 لتر ميه، يعني هو كافي لوحده مغذي، بيخلي النبات يستفيد من العناصر الموجوده في التربه، يطارد الحشرات، نمو خضري، تحجيم، كل ده شغال معاك. ممكن ارش ده للفراوله، ايوه يترش للفراوله، والرشه دي لو رشتها للفراوله هتفرق معاك. ينفع ارش الرشه دي للبطاطس؟ يا نهار ابيض، هتخلي البطاطس عندك في حاجه ثانيه محترمه جدا، نمو خضري على كيفك، برضه بيحميك من الامراض اللي هي المن والحاجات دي. ارشه للفول، ايوه ترشه للفول. ارشه للبصل، بسم الله ما شاء الله هينجل البصل عندك. التوم، اي محصول. للبرسيم يترش للبرسيم، تمام خالص مفيش مشكله. عموما الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ممكن ترشها للجمح حاجه محترمه، ترشها للفول، ترشها للبنجر حاجه محترمه خالص. لو عندك حصل صدمه برضو للجمح بعد رش الحشايش، ممكن ترش رشه دي ترجع الجمح برضو عندك. عندك البرسيم ولا حاجه جنب واحد جارك مثلا رش البرسيم ودواء حشاش للجمح واسرع البرسيم، يرجع البرسيم يرجع الفول. فحاجه كويسه خالص، حاجه محترمه. طبعا انت محتاج اي حاجه طبعا بتتواصل معانا على الرقم اللي هو 012 800 976. طبعا احنا الشحن النهارده رايح فين؟ رايح المنصوره لحد متابع لنا برضو، واخد جاب لنا من قبل كده، واخد مننا تجاوب جمح ومش مقصرين معاه في حاجه. الحاجات دي هياخدها ان شاء الله وهتوصله. برضه زي ما قلت لكم هسيب لكم التسجيل في نهايه الفيديو بتاع الراجل اللي كلمني امبارح الباشمهندس فاروق زلط. التسجيل ده هتسمعوه. الراجل ده انا لا اعرفه ولا هو يعرفني، يعني برضه متابعني على اليوتيوب، فكلمني بيقول لي الامر كذا 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 عن منتج اللي هو السيريال فورميلا ده. اسمعوه وان شاء الله يعجبكم باذن الله. ولو عجبك الفيديو بقى دعمنا بلايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد ان شاء الله، ومكملين معاكم. واحنا ان شاء الله مع بعض هنوصل لاعلى محصول واعلى انتاج باذن الله. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام. قال لي عندنا دواء مستورد هجيب لك منه، اداني المنتج ده بس ايه العلبه الشكل القديم بقى. انا لو معايا العلبه ادور لك عليها في العرض عندي، لو معايا ابعت لك صورتها. تمام. رشيت منه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ولا كلمه لا يعني كلمة. هو السيريا فورميلا ده حاجه محترمه يعني، عن تجربه يعني. انت جايبه بقول لك انا رشيته للذره، انا مجربه وجايب منه المره دي والله 5 ازاز للارض عندي في الغل. اربع برضه. اربع لا ما فيهوش اكبر من الاربع. الاربع على جراكن كبيره، والجراكن الكبيره دي ما بتنزلش مصر. ما هي شركه اكتون كومبريشن. لا بس هو اصلا منتج محترم. طيب دي حاجه كويسه، مش في حج المنتج يا باشا. ولو حقك انت برضه راجل بتعرف الناس على الحاجه الصح، انت اكيد مش عاوز تضر حد. والله صدق بالله انا